السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. في الفيديو ده هكلمكم على اكتر خرافات سمعتها عن التوأم بعد ما خلفت التوأم. يعني اكتر حاجات، طبعا انتوا عارفين ان احنا هنا صعيدة، فلا كمية كمية خرافات عن التوأم مش طبيعية. يعني انا سمعت ما يعقلش يعني. فاول حاجه واهم حاجه ان ازاي التوأم ان لما يناموا محدش يصحيهم خالص، علشان هيطلعوا قطط. يعني هم هيتحول ارواحهم القطط. فانت عشان تمنع الموضوع ده، عشان هم ما يطلعوش، دي خرافه بص مؤصله يعني. لازم قبل ما يتموا 40 يوم من الولادة تكوني شربتيهم لبن ناقة. يعني لبن ناقة، تكون والدة وانتي تجيبي لبنها. طبعا هتسألوني انت عملتي كده ولا لا؟ ايوه انا عملت كده. هم جابوا لي لبن ناقة ساعتها، حماية جاب لبن جزازة كده، وقال لي مثلا تقعدي مش 40 يوم، هو قال لي مثلا 3 ايام اسبوع على حسب ما الكمية دي تخلص. كل يوم تحطي لهم على الرضعة بتاعتهم نفسها شوية من ده. طبعا انا برضو عملت كده بصراحة. انا ما هجازفش يعني، يمكن كلامهم صح، بس طبعا الكلام ده مش صح خالص. مفيش حاجة اسمها يمكن، ما انا جربت يعني مفيش. وكمان كانت الناس تقول لي لا، ولو مثلا عمل كذا هيتخربش لو حد قط مثلا خربشه او حد ضربه او كده يعني. فهتصحى مثلا من النوم هتلاقي وشه مخربش، مضروب في جسمه، مضروب في ايده، مضروب في كذا. طبعا الكلام ده ما حصلش يعني الحمد لله معايا. فانا مش عارفه بصراحه يعني. انا سمعت خرافات يعني، قصص مش خرافات دي يعني، قصص ناس حكتها لي ان هم فعلا هيحصل لهم كده. فانا عشان كده خفت بصراحه، وعملت زي ما قالوا لي. فدي اكتر خرافه، اكتر يعني قصه سمعتها مريبه بالنسبه لي. يعني ازاي طفل او بني ادم يتحول قطه؟ يعني ازاي؟ دي اكتر حاجه. تاني حاجه انه لو حد رجله وجعته، عارفينها دي؟ التوأم او ام التوأم بتعدي عليه خف، اللي هي جزع القدم، اللي هي مش الرجل عموما يعني. مش عارفه هي في حته معينه من الرجل ولا رجل ولا وجع معين. يعني ان انت مثلا ام التوأم تعدي على رجله او تضغط له على رجله، يا اما تخطي عليه او تعدي على رجله فيخف. مش عارفه برضو، الله اعلم. الحاجات دي هي معتقدات محدش يقدر يتكلم فيها. فدي برضو من الحاجات الغريبة يعني. بس انا بصراحة دي ما مش عارفة، دي ما عرفتهاش، دي ما حدش عملها قدامي يعني، او ما حدش قال لي عليها اصلا يعني. الحاجة التالتة، ايوه، ان هم فاكرين ان التوأم كل الناس، حتى ممكن دي لا، دي مش معتقدات. كل الناس فاكرة ان التوأم لازم يكونوا شبه بعض. ليه شبه بعض؟ ليه يعني؟ انا توأم مش متماثل، هما ما عارفينش ايه الفرق. حتى لو مش متماثل يبقى شبه بعض. يعني انا عيالي مش متماثلين، كل واحد كان ماشي مع وحده، هم شبههم مش متماثل. يعني انا ان شاء الله ممكن يجي من الايام، يوم من الايام وتشوفوهم، بس مش عارفه. بس هم لا شبههم، هم عشان اخوات ممكن يكونوا اللي هو شبه بعض، اللي هو ممكن انتي اخت تكوني مش توأم ولا اي حاجه وتبقي شبه عادي يعني. فهم كده وضعهم كده. فكل الناس معتقده ان توأم شبه بعض، وهم برضو هيقولوا على العيال ان هم شبه بعض عشان توأم. ده اعتقاد سائد هم اعتبروه منهم، مش شبه بعض خالص. إيه؟ مش خالص، بس هم شبه بعض يعني اخوات شبه بعض، لكن مش يعني في حد اطول وفي حد اقصر وكده يعني. اختلاف شبه اخوات عاديين، لكن مش توأم خالص. ان هم مش متماثلين يعني، كل واحد ليه مشيمته وليه كيسه كده. هو اصلا كل واحد جنين من الاول وحده. انتوا هتحكوا في ايه يا جدعان؟ فده برضو معتقد سائد غريب. تاني حاجة ان هما يكون ليهم نفس الشخصية، يعني حتى الطبع الشخصية زي بعض. لا الكلام ده غلط خالص 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 خالص. يعني يقولك يا لا ده هما زي بعض، ده هما هيختاروا نفس اللبس، هيختاروا نفس الحاجة، هيختاروا نفس غلط. مفيش الكلام ده. انا معايا احنا قاعدة شواذ، احنا الكل قاعدة شواذ، واحنا الشاذة بتاعت القاعدة. انا عيالي ده يختار مثلا انت تشرب ايه، يختار لبن، وواحد يختار ينسون. بجد. انت تاكل ايه، واحد يختار مثلا بيض مثلا الصبح بيض، والتاني يختار سندوتش جبنة او فول او كذا يعني.
احنا مفيش اي تفاهم، مفيش اي اللي هو ممكن يتخانقوا على لبس او حاجة، بس ده من باب العند، مش من باب ان هم اختاروا زي بعض او الكلام اللي هيقولوا عليه ده. لا، ده من باب ايه؟ باب ان هم عنيدين فيعندوا في بعض، زي اتنين اخوات، اي اتنين اخوات يعندوا في بعض. بس يعني دي بس شخصياتهم لا عادي، شخصيات مختلفة، شخصيات كل واحد ليه وضعه ليه. حتى يا جماعة حتى في التعليم، حتى في التعليم يا مؤمنين، كل واحد ليه نظامه في المذاكرة. فلا ده برضو معتقد انا ما حصلش معايا. ليه كله بقى يقولك لا ده هيتخانقوا، ده هيختاروا نفس الحاجة، ده مش عارف. مفيش الكلام ده، ما يختاروش نفس الحاجة، حتى في الأكل ما يختاروش نفس الحاجة. واحد يحب المكرونة والتاني يحب الرز، اللي هو انتوا يا جدعان في ايه يا جدعان؟ بجد يعني واحد ما ياكلش البامية خالص والتاني هياكل ملوخية بس. ممكن التاني يكون هياكل ملوخية بس واحد فيهم ما ياكلش البامية نهائي. يعني نهائي نهائي مش راضي يتقبل حاجة اسمها بامية، والتاني عادي بياكلها ومتطبع معاها والدنيا حلوة يعني. فتلاقيهم زي كده. مثلا ممكن واحد يختار في نفس الأكلة، واحد يختار ان هو ياكل مثلا فراخ لحمة كده، لكن هما اتنين يعني ممكن يعاندوا في حاجة عايزينها، لعبة، هدوم، حاجة معينة، بس ده من باب العند. لكن هما مش شرط يكونوا يختاروا نفس الاختيار. تاني حاجة ان هما يحسوا ببعض. لا دي بصراحة يمكن انا عشان عيالي لسه صغيرين برضو، فدي ما حسيتهاش. يعني هو شيء طبيعي ان هم يتعبوا مع بعض، يعني اللي هو مش احساس خالص. ده عدوى مثلا او كذا، او ده ياخد الدور فيعدي اخوه، او ياخد دور برد او التهاب في الحلق، عادي. ده اللي هم يتعبوا مع بعض، كل الاخوات يتعب، كل البيت اصلا كله هيتعب. فبس احساس ببعض دي بصراحة ما حسيتهاش يعني. مش عارفه، يمكن هم عشان لسه صغيرين فهم مش عارفين يتكلموا، مش عارفين مش عارفه اقول لكم ايه، يعني مش عارفين يعبروا ويقولوا مثلا احنا حاسين بكذا او زعلان عشان كذا. هو بصراحه التوأم اللي انا لاحظته ان هيبقى في شويه ارتباط ببعض اكتر من شويه اكتر. والله مع ان في اخوات احس مرتبطين ببعض عادي مع انهم يكونوا مش توأم، بس ما احس في ارتباط. يعني صعب ان انت مثلا تودي حد مكان وتسيبي حد او كذا، خصوصا لما يكبروا دلوقتي وفهموا الدنيا ماشيه ازاي. لكن الاحساس ببعض مثلا لو ده حاجه وجعته وده توجعه، لا دي ما حصلتش معايا بصراحه. لكن الادوار مثلا ممكن حد اللي هي الحاجات الغريبه يعني، لا يعني مثلا ودنه توجعه مش شرط ان ده توجعه ان التاني توجع ودنه. لكن مثلا لو دور برد هم يعدوا بعض الحمد لله ولله الحمد يعني. زيهم زي شويه، زيهم زي اي اخين حتى مش توأم. ايه تاني؟ بس هم دول الخرافات مش هقول غريبة، يعني في حاجات يعني يعني معتقدات سائدة، وفي حاجات غريبة فعلا. يعني ليه القطط دي؟ ليه حوار القطط ده؟ طب يعني انا كنت اتريق على حوار القطط ده طريقة. انا عيالي اول ما اتولدوا كانوا الحمد لله دلوقتي سمر خالص، يعني سمر السنين. اللي هو تحسي فترة كده بعد ما العيل يتم 40 يوم يسمر فجأة، مع ان هم كانوا مولودين بيض وشعرهم حلو ما شاء الله والدنيا حلوة. وانا ما كنتش متوقعة من هم بشعر اصلا، يعني ده بعيدا عن الموضوع. فانا في يوم ببص من بعد ما اتولدوا ب 40 يوم فهم اسمروا كده، ما يجي وقت كده اسمرار كده غريب على الاطفال كلها. انا عرفت بعد كده المعلومة دي لما شفت باقي عيال اخواتي وكده اللي حواليا وكده، فعرفت ان غالبا كل الاطفال هيحصل لها كده. ففترة فأنا باصة من الشباك، ده من المواقف اللي هي عالتريق فيها على إنه في قطط وكده. قعدت باصة من الشباك فأبص فلقيت كلب لونه أسود، أسود خالص خالص، مفيهوش أي حاجة خالص. أنا عيالي وقتها كانوا نايمين. فأنا قلت يمكن هم سرحوا كلاب، يعني هم طلعوا كلاب ما طلعوش قطط. والكلب عمال أقول له تعالى تعالى، وماسكاله لقمة وكده وعيش وأكله، مع إن أنا بالكلاب علاقتنا مش لذيذة يعني مع بعض. فلقيته جالي، يعني جه عند الشباك وكل اللي هو اترجفت يا لهوي. كنا طبعا ده الكلام ده من باب الهزار بقى، فهم كانوا ساعتها نايمين. فانا كنت قلت يمكن انا عيالي مختلفين عن التوأم كله هيطلع كلب مش قطة. بس بصراحة دي اكتر حاجة يعني غريبة في الموضوع اللي هو بتاع التوائم. فانتوا لو في اي حاجة تعرضتوا لها يعني في التوأم وكده او في العيال عموما، في حاجات كتير ان شاء الله في فيديو تاني هبقى احكي لكم بقى البلاوي بتاعة الاطفال، يا اللي عايزين يتخلفوا ويا اللي عايزين يتخلفوا توأم بالذات.
لا لا، قصص كتيرة بصراحة، بس دي أكتر خرافات سمعتها وما حصلتش معايا ولا الحمد لله ولا حاجة. ودي تبقى في الآخر خرافات، يعني احنا ما نقدرش نمنعوها، بس برضو ما نمشوش وراها. فربنا يحفظ بلدنا جميعا، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب إن شاء الله. وأشوفكم فيديو جديد، وعجبكم النوعية دي من الفيديوهات حطوا لي لايك، وقولوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.